عزيزي طالب الثانويه العامه الغلبان، اهلا بيك فيديو جديد من فيديوهات المراجعه. هنراجع سوا قوانين الفصل الثاني فيزياء. ركز كويس قوي واسمع الفيديو لان فيه التريكات كلها اللي بيسالوا فيها في الامتحان، وكمان الحاجات اللي بتلخبطك في كل قانون. يلا ركز كده، كوبايه شاي وكوبايه قهوه وهي كلها ربع ساعه بالظبط هتلاقي نفسك جامد في قوانين الباب الثاني. اهلا بيكم طلبه وطالبات الثانويه العامه في فيديو جديد من فيديوهات الفيزياء. النهارده فيديو مهم جدا هيلخص لك قوانين الفصل الثاني لغايه قبل الاجهزه. ركز معايا في الفيديو ده كويس قوي 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 علشان هنتكلم على القوانين الرئيسيه في الباب، وايه هي اللعب اللي ممكن نلعبه لك في القوانين. وتعالوا نشوف سوا الباب الثاني بيقول ايه. الباب الثاني كان بيقول لك التاثير المغناطيسي للتيار الكهربي. معناها ايه؟ معناها ان انت هتسمع مصطلح بي او كثافه الفيض. المصطلح ده هو المصطلح اللي هنمشي بيه طول الباب، فركز كويس قوي في البي، وهشقلب كل القوانين بتاعتنا الى الشكل ان البي تبقى في طرف وباقي القانون يبقى في طرف تاني. تعال نشوف اول قانون. اول قانون كان عندنا وهو الفيض المغناطيسي. تعال نشوفه سوا. بص صديقي، الفيض المغناطيسي كان بيجي لك بالشكل ده كده. الرسمه بتاعته كان بيقول لك لو احنا عندنا مجال او فيض مغناطيسي كثافته بي، الفيض ده بيقطع او في مساحه معينه مساحتها ايه بتقطع هذا الفيض، وبتقطعه بزاويه سيتا. فكنا بنقول ان فاي ام، ما هي الفاي ام؟ هي عدد الفيض او الفيض المغناطيسي. ففاي ام كانت بتساوي بي كثافه الفيض المغناطيسي اللي بيقطع مساحه معينه، فبنضرب البي في الاي في ساين سيتا. سيتا هنا ايه؟ لو انت ملاحظ هي ما بين المجال والمساحه المعرضه للمجال. على طول في اوقات هنقول بين المجال مثلا او العمودي على المجال، ولكن دلوقتي احنا شغالين بين المجال وبين المساحه. فده اول قانون وهو قانون الفاي ام او الفيض المغناطيسي بي في ايه في ساين سيتا. ايه اللعب اللي موجود؟ اللعب ممكن يكون في المساحه. ازاي؟ ساعات كده يدي لك ان المساحه مش هي الحته دي بس، لا، المساحه مكمله شويه من فوق وشويه من تحت. فانت هتختار ايه؟ لا، هنقول ان الاي دي هي المساحه المعرضه للمجال فقط لا غير. فتعالى كده نكتب القانون بشكل يخلينا نقدر ان احنا ما ننساهوش. احنا لو انت شايف ان هنا الفاي ام بتساوي بي في اي في ساين سيتا، فلو انا عايز اخلي البي في طرف لوحدها فاقول ان الفاي ام على اي ساين سيتا، وده اللي انا هكتبه هنا. هنكتب كل القوانين في سطر واحد عشان كده هتلاقيني ايه بعدل في القوانين. فهنقول ان البي بتساوي الفاي ام على الاي في ساين سيتا. علشان اكتب لك الملاحظات اللي احنا اتفقنا عليها، هنقول ان الاي دي هي المساحة المعرضة لخطوط الفيض، اما سيتا هي الزاوية المحصورة بين، هنثبت المجال، خلينا دايما مثبتين في السيتا بالذات المجال والمساحة. وبكده نخلص أول قانون اللي تشوفه عندك في الباب اللي هو الفاي ام. القانون الثاني بقى كان كثافة الفيض الناتجة عن مرور تيار كهربي في سلك مستقيم. يبقى أنا نكتب كثافة الفيض لسلك. طيب احنا كنا بنقيس كثافة الفيض للسلك المستقيم، كنا بنقيسه فين؟ كنا بنقيسه في نقطة. النقطة دي على بعد دي من السلك أو من محور السلك. فكان القانون بتاعنا كثافة الفيض كنا بنجيبها من ميو اللي هي معامل النفاذية المغناطيسية في اي اللي هو شدة التيار المار في السلك على 2 باي دي. وهنا في عندنا نقطتين في دي أو المسافة دي. أولا لازم تكون هو البعد العمودي عن محور السلك. في مسائل يروح جايب لك مثلا راسم لك خط كده ومش كاتب لك اصلا ان هنا دي، وكاتب لك هنا سيتا مثلا وليكن ب30، وقايل لك ان ده ب10 سم. فلو تفتكر بفيثاغورس كنا بنقول في الرياضه ان ساين 30 بتساوي المقابل على الوتر. فالمقابل هنا ساين 30 بنص، يبقى اذا المقابل ده دايما بيبقى نص الوتر، فهيبقى دي هنا ب5 سم. فانت لما تيجي تعوض في القانون لازم تجيب البعد العمودي الاول وتقول ان هو ب5 سم. وبرضه في ملحوظه تاني ان هو عن محور السلك. ساعات برضه بيرسم لي كده هنا سلك بالشكل ده، تمام، ويقول لي مثلا هنا نص القطر وليكن ب1 سنتي، ويقول لي هنا نقطة اهو على بعد 5 سنتي. فإذا مش هتكتب برضو في دي من تحت، مش هتكتب إن هي 5 سنتي بس، لا، هتزود عليها كمان نص قطر السلك علشان يبقى البعد العمودي عن محور السلك. دي نقطة تاني برضو ومحتاجة تاخد بالك منها. فتعالى نكتب القانون في السطر بتاعنا ونشوف النقطة اللي احنا اتكلمنا عليها. فبي للسلك هي الميو في الاي على 2 باي دي. وزي ما قلنا هنكتب كده عند دي هي نقطتين بالظبط
البعد العمودي، وتحت العمودي دي 100 خط، عن محور السلك، وبرضو محور السلك عليها خط. انا عارف انك تعبت، وعارف انك خلاص جايب اخرك، وفترة المراجعة بتبقى فترة تقيلة قوي، وخصوصا لو انت نسيت اللي انت كنت بتذاكره او نسيت انت كنت بتعمل ايه. بس ما تقلقش، كل التعب وكل ساعة انت ذاكرتها، وكل وقت، كل دقيقة انت اهتميت انك تذاكر بدل انك تلعب او تمسك الموبايل او تضيع وقتك، تقلقش، ربنا فاكرها وربنا ما بينساهاش، وهتفتكر ده كويس قوي في الامتحان لما تتستر معاك على الاخر، وهتقول دكتور فادي جمال قال. يلا سيبكم بقى تكملوا بقى الفيديو، شدوا حيلكم، خلاص الامتحانات بتقرب، بس انتوا قدها ودود وانا واثق فيكم. كده يبقى احنا خلصنا قانونين، هنبدأ في القانون الثالث. القانون الثالث بقى كان ليه علاقة بكثافة الفيض عند مركز ملف دائري. وركز كويس قوي في الألفاظ اللي بالعربي، لأن الألفاظ اللي بالعربي دي مهمة جدا 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 ليك وانت في الامتحان، انك تحدد بالظبط انت عايز ايه او هو طالب منك ايه في السؤال. فبدأنا عند كلمة مركز ملف دائري، يعني انا هقيسه في النقطة دي كثافة الفيض. فلما شفنا القانون وشفنا التفسير عندك في الكتاب، وجد ان كثافة الفيض عند مركز ملف دائري بتساوي ميو معامل النفاذية في ان عدد لفات الملف الدائري في اي شدة التيار اللي مار في الملف الدائري ده على 2 ار. وبرضو هنا عندنا نقطة كويسة، نقطة مهمة جدا، ار ما تنساش دايما في القانون هنا ان هي بتساوي نص قطر الملف بعد اذنك، لان احنا هناخد بعد كده قوانين لعدد اللفات، مهم جدا تبقى عارف الار دي كانت ايه بالظبط. فالار هنا في قانون كثافة الفيض عند مركز ملف دائري اللي هو بي بتساوي ميو في ان في اي على 2 ار، لازم ار تبقى نص قطر الملف الدائري. تعال نكتب القانون ده في السطر بتاعنا، ميو ان اي على 2 ار، وزي ما قلنا الملحوظة اللي هنا في ار هتبقى نص قطر الملف الدائري. بعد كده كان علم عند محور ملف لولبي. يبقى تعالى كده هنا نشوف كثافة الفيض عند محور ملف لولبي. يعني ايه عند محور ملف لولبي؟ ايه المحور بتاع الملف؟ المحور بتاع الملف اهو. فبالتالي لو انا قلت لك انا عايز اقيس عند النقطة دي، هتقول لي هي عند النقطة دي، هتقول لي هي عند النقطة دي، عند النقطة دي، عند النقطة دي. فأي نقطة على محور ملف دائري، ملف لولبي، أنا أقدر أقيسها أو أقدر أقيس كثافة الفيض عندها. إيه القانون؟ من برضو الكتاب ممكن ترجع للتفسير بتاعه، الميو في الان عدد لفات الملف اللولبي في الاي شدة التيار اللي مر في الملف على ال ان ده هو طول محور الملف اللولبي. وبرضو هتبقى مهمة جدا 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 انك تبقى عارف هي ايه. فتعالى نكتب قانون الملف اللولبي جنب اخواته علشان تبقى كل القوانين قدامك بكل اللعب في الالفاظ اللي ممكن يلعب لك عليه. ميو في ان في اي على ال، وزي ما قلنا هنا تبقى ال دي هي طول محور الملف اللولبي. وبكده يبقى انت خلصت تقريبا اول جزء من الباب، وهو فاي ام والبعد العمودي عن محور السلك، او كثافة الفيض الناتجة عن مرور تيار في سلك، كثافة الفيض الناتجة عن مرور تيار في الملف الدائري، كثافة الفيض الناتجة عن مرور تيار في ملف لولبي. تعالى دلوقتي بقى ناخد قوانين القوة المغناطيسية. للأسف التيك توك ما بيخلينيش أعرف أرفع فيديوهات أكتر من 10 دقايق، فلو أنت عايز تكمل باقي الفيديو هتلاقي اللينك تحت في اليوتيوب، أشوفك هناك. ما تنساش كمل باقي الفيديو لأن اللي جاي مهم جدا جدا جدا. وما تنساش بقى لو عجبك الفيديو لايك وكومنت وكمان اشتراك على اليوتيوب. مستنيك هناك، يلا بينا. تعالى كده نفتكرها. قال لك إيه يا سيدي؟ قال لك لو إحنا عندنا السلك ده عرضناه لمجال مغناطيسي كثافته ب، كان طول السلك ده بيساوي ال، وكان بيمر في السلك شدة تيار أو تيار شدته I، والسلك بيصنع زاوية مع المجال اسمها سيتا. فكنا بنعين القوة المغناطيسية الواقعة على السلك ده من قانون بي I L ساين سيتا. وهنا عندنا طبعا أول لما تلاقي سيتا أنت بتتهفرط، فأنا علشان كده مجمعهم لك القوانين كلها جنب بعض وقايل لك كل قانون سيتا إيه. سيتا هنا ما بين المجال والسلك، واهي الرسمه وتقدر ترجع لها تاني، ما بين المجال او خطوط الفيض ما بين السلك. يبقى هنا السيتا كمان واضحه زي بالظبط السيتا بتاعه الفاي ام، لو تفتكر كانت برضو ما بين المجال ما بين المساحه. فاذا السيتا بتاعه الاف بي اي ال ساين سيتا والثيتا بتاعه الفاي ام بي اي ساين سيتا هما الاثنين واحد، هما الاثنين مباشرين، ما فيهمش كلمه عمودي، ما فيهمش اي لعب خالص، مباشرين وسهلين جدا. طب ده بالنسبه للسيتا. في حاجه تانية يقدر يلعب لي فيها هنا في القانون ده، ايه هي؟ ال ال دي هي طول
السلك المعرض للمجال، زي بالظبط ما قلنا فوق ان لو المساحه بتاعت المعرضه للمجال في قانون الفاي ام، لو المساحه هنا بتزيد عن خطوط الفيض وبعديه خطوط الفيض، لا انا باخد بس المساحه المعرضه جوه خطوط الفيض فقط لا غير. نفس الفكره في السلك، لو كمل لك السلك وقال لك ان السلك ده عندي طوله 100 مثلا سنتي، وقال لك ان اللي معرض منه للمجال بس هو نص الطول ده، فانت هتكتب اني في القانون؟ هتكتب نص الطول بس اللي هو يبقى 50 سنتي، هتعوض عن ال ب 50. تعال نكتب القانون ده جنب اخواته، وزي ما قلنا انا مخلي البي كلها في طرف والاف بقى يعني، وبقلب القانون بحيث ان دايما البي بتساوي المقدار بتاعك. فاف كانت بتساوي بي اي ال ساين ثيتا، فالبي هتساوي الاف على اي في ال في ساين ثيتا. وبرضه علشان اجمع لك كل حاجه قدامك هقول لك ان الثيتا دي هي الزاويه المحصوره بين، ودايما انا بحب ابدا بالمجال فهقول بين المجال والسلك. وادي كده تاني ثيتا عندنا في الباب التاني. وإن عندنا هنا زي ما قلنا هي طول السلك المعرض للمجال. مهمة جدا كلمة المعرض للمجال. تمام كده عندنا هنخش على عزم الازدواج. عزم الازدواج كنا بنرمز له بالرمز تاو. لو انت مش فاكر ايه هو القانون بتاع عزم الازدواج، انصحك انك تراجع الكتاب بتاعك او الملخص بتاعك او المدرس بتاعك، علشان الاثبات بتاعه مهم جدا 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 وهيساعدك في فهم القوانين بتاعته. ولكن علشان وقت الفيديو ما يطولش، تعالوا نشرح سوا ايه هو عزم الازدواج باختصار، او نكتب القانون ونعرف ايه التفاصيل اللي في القانون اللي ممكن يسألني عليها. كان تاو او عزم الازدواج كان بيساوي البي اللي هو المجال المغناطيسي او كثافة الفيض في الاي، ادي الملف بتاعنا اهو، الاي ده اللي هو التيار اللي مر في الملف ده كله، في الاي مساحة وجه الملف، في الان في عدد لفات الملف، في ساين ثيتا. هنا بقى اللعب كله، لو هيلعب لك في عزم الازدواج فهيلعب لك في ثيتا. ثيتا هنا كانت ايه؟ لأول مرة هتشوفني بكتب كلمة العمودي، بس أنا دايما معودك إن أنا ثيتا بكتبها ما بين المجال، بثبت المجال، والعمودي على الملف. يعني في الصورة هنا لو أنت تعالى نقارن بين مثلا تاو ما بين السلك، في السلك هنا كنا بنقول ما بين المجال أو القوة ما بين المجال والسلك دايركت، لا، آدي المجال أهو وآدي الملف أهو. أنا ما أخدتش دول، أنا أخدت ما بين المجال والعمودي على الملف. فلو أنا رسمت زاوية 90 درجة على الملف، رسمت كده خط وهمي أهو بالأحمر، فإذا الثيتا بتاعتي الصحيحة اللي أنا بكتبها أو بعوض بيها في القانون بتاعي هيبقى ما بين المجال ما بين العمودي على الملف، أو بصيغة تاني برضو عشان الأسئلة في الامتحان، ما بين الملف والعمودي على المجال. أهو لو أنا رسمت هنا خط أهو عمودي على المجال، فيبقى ما بين الملف والعمودي على المجال. يبقى إذن هي كلمة عمودي واحدة بس تلاقيها، يا إما ما بين العمودي على الملف والمجال، أو العمودي على المجال والملف. تعال نكتب سوا قانون تاو جنب إخواته علشان يبقى الورقة دي أنا مجمع لك فيها كل القوانين. فتاو كانت بتساوي بي اي اي ان ساين ثيتا، فهنخلي البي في طرف لوحدها، فيبقى تاو على اي اي ان ساين ثيتا. وتاني نكتب لك هنا ثيتا بتساوي ايه؟ ثيتا هي الزاوية المحصورة بين، أنا بقول لك أنا بحب أثبت المجال فهثبت المجال، وهنا ولأول مرة هكتب لك والعمودي على الملف. يبقى إذن في 3 قوانين عندنا فيهم ثيتا. الفاي ام ثيتا قلنا زاوية المحصورة بين المجال والمساحة، اف بتساوي بي اي ال ساين ثيتا، قلنا ثيتا هنا هتبقى ما بين المجال والسلك على طول دايركت. والتاو او عزم الازدواج قلنا الثيتا تبقى ما بين المجال والعمودي على الملف، هنا حطينا كلمة عمودي. نكمل بعد كده هنخش على القوة المتبادلة ما بين سلكين. ايه الفكرة في القوة المتبادلة ما بين سلكين؟ قالك انا لو عندي السلك بيمشي فيه تيار اي 1 وسلك تاني بيمشي فيه تيار اي 2، والمسافة العمودية ما بينهم هتبقى دي، طول الجزء المشترك ما بينهم ال، هيبقى القوة المتبادلة ما بينهم بتساوي، ونشد شرطة كسر، ميو في اي السلك الاول مضروبة في اي السلك التاني مضروبة في ال طول الجزء المشترك بين السلكين على 2 باي دي اللي هي البعد العمودي بينهما. فالقانون ده هو قانون لوحده. وبرضو الفكرة اللي ممكن نلعب فيها اللي هنا هي طول الجزء المشترك بين السلكين، دي مهمة جدا ودي دايما بيلعب فيها. ودي هنا هتبقى البعد العمودي
بين السلكين، وفهمنا يعني ايه كلمة البعد العمودي في كثافة الفيض بالنسبة لسلك مستقيم. يبقى احنا كده اتكلمنا كمان عن القوة المتبادلة بين السلكين. اتبقى لنا قانون واحد وهو قانون الام دي او عزم ثنائي القطب المغناطيسي. الام دي بتتكتب كده ام على السطر دي تحتيها سهم من فوق ما بين شرطتين. الام دي قال لك هي كمية متجهة ولا تعتمد على عزم الازدواج ولا على كثافة الفيض، فعلشان كده انا راسم لك هنا من غير اي مجال او من غير عزم ازدواج هي الام دي موجودة بس، وبتعتمد على 3 حاجات: الاي والاي والان. فيبقى قانون الام دي علشان انت ما تنساهوش في الامتحان، ام دي هتساوي اي اي ان، ولو زودنا عدد اللفات بتزيد الام دي، زودنا المساحه بتزيد الام دي، زودنا الاي بتزيد الام دي. في قانون تاني للام دي وده ينفع حسابي فقط لا غير، ولكن ما تعتمدش عليه في التغيرات. يعني ايه الكلام ده كله؟ الام دي كانت بتساوي التاو ماكسيمم على البي اللي هي كثافه الفيض. ليه ما اعتمدش على الموضوع ده في الزياده او النقصان واعتمد عليه حسابيا فقط؟ لان لو زاد التاو ماكسيمم ام دي ثابته، لو زاد كثافه الفيض ام دي ثابته لا تتغير. فاذا الام دي حسابيا ممكن احسبها بتاو ماكسيمم على كثافه الفيض اللي هي بي، ولكن ما تعتمدش عليهم، تعتمد فقط على الاي على الايه على الان وبس كده. السطر ده في قوانين الباب الثاني مهم جدا 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 جدا، بالاضافه للقانونين اللي هو اف القوه المتبادله بين سلكين ميو اي 1 اي 2 ال على 2 باي دي، وقانون الام دي حسابيا بتعتمد عليهم اي اي ان، حسابيا لا تعتمد عليهم هي تاو ماكسيمم على بي. وبكده يبقى احنا خلصنا قوانين الفصل الثاني كلها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير مع اصحابكم، وفي فيديو تاني برضو قريب هنتكلم فيه على النقطة بتاعة ان اللي هي عدد اللفات، وازاي اقدر اجيب عدد اللفات لو مداني مجهولة في المسائل. برضو ده هيبقى فيديو مراجعة، هيبقى فيديو صغير هعمله لكم ان شاء الله الفترة اللي جاية. ما تنسوش تتابعوني. كنت معاكم دكتور فادي جمال، شكرا جدا ليكم لو لسه بتتفرجوا لغاية دلوقتي.